لحد دلوقتي والله ما لقيت اي مزيل عرق شغال معايا غير ده الوحيد اللي لحد دلوقتي، وكل ما اجرب حاجه ده مزيل العرق المصري الوحيد اللي شغال معايا. طبعا انتوا عارفينه وطبعا اتكلمت عنه كتير ومش من فراغ. ده يا جماعه الرول اون بتاع ستار فيل، ما استخدمتش احسن منه. دي وجهة نظري ودي التجربة بتاعتي، اللي يعني اصل مزيل العرق ما فيهوش تجميل، يعني فاهمين؟ انا مش هستخدم غير الحاجة اللي تحميني من ريحة العرق وما تسببليش ان انا يبقى عندي ريحة عرق. فده الوحيد اللي قدر يعمل معايا كده بأمانة بعد كل الحاجات اللي أنا جربتها، سواء يعني مش عايزة أقول مستورد لأن طبعا الحاجات المستوردة فيها حاجات ممتازة جدا وأنا كنت متعودة عليها، بس when it comes to local brands الرول اون بتاع ستارفيل خطير. ودي اهم حاجه انا بالنسبه لي، ان هو يحميني من ريحه العرق طبعا وما يسببليش اي احراج في المشكله دي. ما بقاش انا مليون سنه محافظه على نفسي ويجي مزيل عرق في الاخر يسبب لي الاحراج ده. فهو بصراحه بطل بطل، وحمايته اكتر يعني من 24 ساعه. وده اللي انا جربته فيه، وده اللي انا بميزه عن غيره فيه. يعني في مزيلات عرق تانية كويسه بس والله ما يكمل 12 ساعه. يعني طب انا مش عايزه كده، انا عايزه 24 ساعه، عايزه لو مكسله 48 ساعه. فده يا جماعه ده تجربتي معاه ممتازه. غير بقى المميزات اللي فيه، الروايح اللي فيه، تحسي كده ان كل سنت ليها لايف ستايل كده. الناس اللي بتحب العود زي الناس اللي ما بتحبش بريحه خالص زي ناس كتير، واولهم الرجاله. لما يشم كذا ريحه يحس انها مثلا حريمي فيقول لك لا انا عايز اللي من غير ريحه، او الناس اللي بشرتها سنسيتيف. ده غير ان هو بقى في حاجات كتير جدا بترطب البشره وبتفتح كمان المنطقه دي، ودي حقيقه دي حقيقه. لما ببطله وبستخدم حاجه تاني بلاقي المنطقه اغمقت، لما برجع لستارفيل تاني بلاقي ان انا محافظه على الروتين بتاعي وعلى اللون بتاعي، لان هو في بقى الفا بيوتين وفي انجريدينتس تانية بتفتح، وفي كمان فيتامين اي. فبتحسي كده ان انت بتحطي كريم بس في نفس الوقت ديودرنت. بحبه جدا يا جماعه، بحبه جدا جدا. يعني مش يعني انا مش هطلع اقول لكم بقى ريفيوز اللي والله لا ده في كذا وفي كذا وفي كذا، اللي هو الكلام المحفوظ ده. لا انا ده بعتمد عليه، يعني انا ده بعتمد عليه حرفيا. نسيت اقول لكم طبعا ان هو الومنيوم فري، ودي اهم حاجه. يعني انا ليه استخدم حاجه بالومنيوم وده من غير الومنيوم وفي نفس الوقت بطل معايا؟ فانا بحبه جدا. الروائح بتاعته بحبها جدا بصراحه، بحب اللي بريحه الفانيلا، بحب اللي بريحه العود. بحس ان انا كل ما اشتري ريحه مختلفه بتديني احساس مختلف. وبحب كمان اللي بالبارز اللي غطاه احمر ده، بحبه جدا. بس خطير خطير بصراحة. انا I advise you guys ان انتوا لو ما استخدمتوش استخدموه، لانه بجد تحفة.